اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بالف خير. بالدليل وهسمعك صوتها هي قالت ايه على النادي الاهلي، عشان الظاهر كده هي نسيت قالتي. عشان دلوقتي لما الزمالك اتحط في نفس الموقف او موقف مشابه للموقف اللي كان عليه النادي الاهلي، غيرت كلامها تماما. ولكن ما فيش مشكلة، هنفكرها وبالصوت كمان. ولكن عايز اقول لك حاجة، اختلاف الكلام ده وتناقضه عند الزملكاوية عادي جدا، ودي طبيعتهم. وتصريح مستفز للنادي الأهلي وجمهوره، ولكن من وجهة نظري اللوم مش على الشخص ده، اللوم على إدارة النادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي. وشبه رسمي ترب خارج النادي الأهلي بهذا الاتفاق. قبل ما ندخل على التفاصيل، اتمنى من حضراتكم اللايك للفيديو والاشتراك في القناه، والله مش هتخسر حاجه باللايك للفيديو والاشتراك في القناه. خلينا نبدا عن نير الاحمر. الخلاصه يعني نير الاحمر، فاكرين حضراتكم من حوالي اسبوعين كده قلت لك انه نادي الزمالك لا يمثل الكره المصريه، وهنا اكدت لحضراتكم انه ده مش كلامي انا وبس، ده كلام الزملكاويه نفسهم لما قالوا على النادي الاهلي لا يمثل الكوره المصريه. والكلام ده حصل من ايمن عبد العزيز وحصل من نيره الاحمر. دلوقتي نيره الاحمر ومن خلال برنامج راديو الزمالك طالعه بتطالب الجميع انه لازم الكل يساند نادي الزمالك ويدعم نادي الزمالك، عشان الزمالك ممثل الكوره المصريه وممثل مصر في البطولات الافريقيه الوحيد السنه دي. يا عيني، على فكره تناقض الكلام واختلافه ده العادي بتاعهم جدا. يعني لسه من كم يوم عمرو الدرديري اللي كان في يوم من الايام رئيس المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك عمل فضيحه على الهواء مع مهيب عبد الهادي، لما قال انه مهيب عبد الهادي بيقول انه ده ركله جزاء امام تحت النادي الاهلي امام سيراميكا، سبب من الاسباب الرئيسيه انه النادي الاهلي يبعد عن بطوله الدوري وممكن يبعد عن المشاركه في دوري ابطال افريقيا. فيطلع عمرو الدرديري يقول لك دي ركله جزاء مش صحيحه وقرار الحكم سليم مليون في المية. يا عيني. فلما مهيب عبد الهادي قال له بالله عليك وبحلفك بالله لو الكرة دي لنادي الزمالك هيبقى ايه رايك؟ قال هقول ركله جزاء طبعا لان هي فعلا ركله جزاء صحيحه. فهذا العادي بتاعهم، ما تقوليش ده عمرو الدرديري ده طبيعته، لا، دي بيمثل يعني وبيوضح لك عقليه الزملكاوي عامله ازاي. المهم، نير الاحمر في 2024 في مباراه النادي الاهلي والترجي، فقبل المباراه بيوم او اتنين كده طلعت قالت هو ليه الدعم اللي شايفينه ده للنادي الاهلي، واللي الكل بيقول لازم ندعم النادي الاهلي عشان بيمثل الكره المصريه. انا من وجهه نظري ممثل الكره المصريه الوحيد هو منتخب مصر. هي قالت كده، وده اللي قالته هسمحه لك بصوتها. اسمع قالت ايه. في نادي بعينه احنا مركزين معاه واخدين بالنا عليه اصله بيمثل مصر. يا جماعه اللي بيمثل مصر منتخب مصر، مفيش نادي بيمثل مصر. اللي بيمثل مصر حقيقي يعني هو منتخب مصر. جميل، ده كلامها. الممثل الوحيد للكرة المصرية هو منتخب مصر ومفيش نادي بيمثل مصر. ده كلامها زي ما قلت لك عن النادي الأهلي في مباراته قبل مباراته مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024. جميل جميل. دلوقتي بتطالب الجميع انه يدعم ويساند نادي الزمالك لانه هو ممثل الكرة المصرية. اسمع بتقول ايه. كمان رساله عايزه اقولها يا جماعه ارجوكم، ودي رساله للاعلام الرياضي اللي كلهم زملاء وليس افاضل. ممكن بعد اذنكم نظره دعم لنادي الزمالك؟ بيمثل مصر، والله العظيم بيمثل مصر، وهو ممثل مصر الوحيد في القاره دلوقتي. يا جماعه بنتمنى من حضراتكم. ده كلامها، ده التناقض في الكلام. عن النادي الاهلي لا يمثل مصر ولا يمثل الكره المصريه، واللي بيمثل الكره المصريه الوحيد هو منتخب مصر. دلوقتي الزمالك لما اتحط في موقف مشابه لموقف النادي الاهلي، والله العظيم الزمالك ممثل مصر وممثل الكره المصريه.
ده العادي بتاع الزملكاويه. انا مش مستغرب خالص على اللي قالته نير الاحمر دي. طيب نروح لتصريح مستفز جدا لجمهور النادي الاهلي، والتصريح ده من ادم وطني. احنا بقالنا كم يوم دلوقتي في السوشيال ميديا كلها، سواء المرئي او المسموع، كل الكلام عن تصريحات ادم وطني عن امام عاشور، واكد انه امام عاشور بالاتفاق معاه هو خارج النادي الاهلي في نهايه الموسم. ودي مش اول مره يتكلم فيها ادم وطني بطريقه مستفزه للنادي الاهلي وجمهوره، دي ممكن المره الثالثه منهم مرتين، ودي المره الثانيه اللي يتكلم فيها عن امام عاشور. طيب انا هنا مش بلوم ادم وطني، لانه اولا ادم وطني مش وكيل لاعبين، وده بقرار او بتصريح رسمي من اتحاد الكوره انه هو مش مقيد في اتحاد الكوره كوكيل لاعبين. وبغض النظر برضه عن الهبل اللي هو قاله، لانه امام عاشور مرتبط بعقد مع النادي الاهلي ممتد لموسمين، يعني ما يقدرش يمشي امام عاشور الا بموافقه النادي الاهلي. ولكن هنا من وجهه نظري يعني اللوم على اداره النادي الاهلي بنسبه بسيطه، والنسبه الاكبر على امام عاشور نفسه. النادي الاهلي لازم يتخذ للمره الثالثه، يعني معاك سابقتين من تصريحات مستفزه من ادم وطني وما عملناش اي شيء وسكتنا. دلوقتي مفيش سكوت، وخصوصا بعد ما اتحاد الكره قال لك ان هو مش وكيل لاعبين، فلازم يبقى في اجراء قانوني مع ادم وطني. امام عاشور القصه كلها عنده انه كان ممكن يخلص الليله دي في بوست واحد لمده دقيقه، يعني يمسك تليفونه دقيقه واحده كده يكتب كلمتين يعتذر فيها لجمهور النادي الاهلي، ويأكد ان هو ملوش اي علاقه بادم وطني، وانه مستمر مع النادي الاهلي وعنده استعداد ان هو يجدد او يمدد عقده. هتقول لي والله اصلا في اخبار بتقول ان هو عمل جلسه مع سيد عبد الحفيظ وابدى مرونه ورغبه في الاستمرار مع النادي الاهلي. هقول لك ده كلام في الغرف المغلقه. انا يهمني انه يطلع على الكل يشوف ويسمع كلام امام عاشور. الخبر عن سيد عبد الحفيظ جلوس مع امام عاشور، وان امام عاشور عنده مرونه وعنده رغبه في الاستمرار مع النادي الاهلي، ممكن تلاقي كتير يشكك في الكلام. ولكن لما امام عاشور نفسه يطلع يتكلم هينهي الليله دي، ويخلي واحد زي ادم وطني ما يقدرش يجيب سيره النادي الاهلي تاني ولا يتكلم بكلمه تاني، لان هو طلع وكذبه. فالليله كلها عندي امام عاشور. طيب اختم حضراتكم بترب، خلاص بشكل شبه رسمي ترب خارج النادي الاهلي، وده اللي كشف عنه الاعلامي احمد شوبير. وانا من الناس اللي بحب احمد شوبير على المستوى المهني، لانه بيقول لك معلومه او خبر بتكون صادقه وسليمه مليون في الميه. قال لك انه كان في جلسه مع ترب مع ياسين منصور نائب رئيس النادي الاهلي، واتفقوا على انه ترب خارج النادي الاهلي بعد مباراه المصري، وحصوله على 5 شهور، شهر راتب شهر 6 وراتب شهر 7. ليه؟ لانه عقده ينتهي في شهر 7، بجانب طبعا شهر 5 ده عادي يعني. فهيحصل على شهر 6 وشهر 7 بالاضافه ل3 شهور الشرط الجزائي. ال5 شهور دول هيتجاوزوا $1,000,000، ولكن مش مشكله، في داهيه يعني، مش مشكله. ويقال انه ياسين منصور هيتحمل الجزء الاكبر من الفلوس اللي هيحصل عليها ترب. خبر مهم جدا، لان دايما باكد ان النادي الاهلي مشكلته في المدير الفني، ولكن ككواليتي لعيبه هو يملك افضل جوده لعيبه في مصر وداخل افريقيا كلها. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. اتمنى في النهايه اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. سلام.